حطوا اللحمة المفرومة في المضرب الكهربائي واعملوا أحلى كفتة حاتي ممكن تاكلوها في البيت بكل بساطة، وأقول لكم على كل الأسرار اللي تخليها متماسكة وطرية وهشة، وكمان ما تكشش معاكم في الفرن. يلا بينا شوفوا الفيديو للآخر كده، وما تنسوش تنزلوا تعملوا له لايك في الأول كده، وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، ويا ريت تاخدوا فيها جولة كده، أكيد في فيديوهات كتير كتير هتعجبكم. يلا بينا نسمي بسم الله. أول حاجة جبت كيلو من اللحمة المفرومة ونزلت عليها ب6 بصلات مفرومين ناعم في الكبة وصفيتهم، واحتفظوا بمية البصل على جنب زي كده، وهقول لكم هنعمل بيهم ايه دلوقتي. ونزلت عليهم بنص معلقه من الملح وفلفل اسود وربع معلقه من الشطه ومعلقتين دقيق ومعلقه بيكنج باودر، وكمان نص معلقه بصل باودر وتوم باودر، وكمان نص معلقه من البابريكا. عايزه اقول لكم بتديها لون تحفه. ونضرب كل الكلام ده في المضرب الكهربائي زي ما انتم شايفين كده. تخلطي كل المكونات كويس وتضربيها كده يعني 5 دقايق كده، تخلي اللحمه كلها تختلط بالتوابل اللي احنا حطيناها. ليه فايده المضرب الكهربائي؟ عايزه اقول لكم بعد الضرب ده كويس بتلاقي اللحمه بتاعتك بتعمل عرق كده، العرق ده اللي بيخلي اللحمه معاكي متماسكه. ولو انتوا هتشوها حتى على الشوايه على الفحم ما تفكش معاكي خالص. ليه؟ هوريكم دلوقتي بعد ما خلطتها كده وسويتها، هوريكم بتعمل ازاي في عروق كده بتعملها اللحمه دي اللي بتخليها متماسكه معاكي بعد السوا. مش عارفه باينه لكم في الكاميرا ولا لا، بس لو انتوا جربتوها اكيد هتشوفوها. وبعد كده نزلت عليها بمعلقتين كبار من الزيت وقلبتهم وركنت اللحمه بتاعتي على جنب. هبتدي بقى اجيب ميه البصل اللي انا قلت لكم عليهم، اوعوا تفرطوا فيها، دي كنز اللي بتخلي اللحمه معاكم لونها تحفه. نزلت عليها بنص معلقه برضو من البابريكا ومعلقه زيت كبيره وقلبتها على جنب، وهنبتدي نشوف هنعمل ايه. طبعا بقى في ناس لما بتيجي تشوي اللحمه او تيجي تعمل كفته وما عندهاش عصيان شيش طاووق بتتوتر بقى، لا عايزاكم تعملوا باي بدائل. انا جبت هنا عصايه الشليمو، عارفينها كده، عصايه عندي كده ما بستخدمهاش، وبدات كده امسحها بمسحه زيت. وعايزه اقول لكم الشاليمو كمان وانا بستخدمه مش محتاج يتمسح بزيت زي العصيان الشيش طاووق الخشبيه. العصيان الشيش طاووق بتبقى عايزه تعمليها بالزيت عشان تطلع معاكي اللحمه بكل سهوله. انا جربت عملتها بالزيت وتلاقيتها لو عملتهاش من غير زيت هي سهله جدا وبتسحبي اللحمه عليها بكل سهوله. عايزه اوريكم بتعملوها كده وتبداوا تساووا، عايزاكم تسووها من فوق ومن تحت، اهم حاجه تقفليها من فوق ومن تحت. والكلام ده عشان البنوتات اللي لسه داخله المطبخ جديد ولسه اول مره كده يخشوا يعملوا اكلات بيبقوا مستصعبين اي حاجه. لا عايزه اقول لكم هي سهله جدا، بس عايزه استمراريه كده، وباذن الله تطلع معاكم احلى حاجه. وبعد كده اهم حاجه بعد ما تخلصوا تسووها كويس وتحاولوا تبصموا كده بحيث تديكوا الشكل اللي بتجيلكم جاهزه من بره، وتشدوها كده بكل سهوله وترصوها في الصينيه. وما ترصوها في الصينيه تحاولوا تظبطوها عشان هي هتبقى اخده الشكل اللي انتوا حطيتوها فيه. يعني لو حطيتوها كده بعشوائيه هتطلع معوجه معاكي وشكلها مش حلو خالص. يعني حاولوا تظبطوها كده بحيث تطلع شكلها جميل كده في الاخر. وزي ما انتم شايفين بشدها بكل سهوله وعملت الكميه كلها. وكمان وانت بتعملوا كده كل شويه تاخدوا كده بصوابع ايديكم كده على بسيط، يعني من ميه البصل كده عشان تدي لون في كل كفته بتاعتك. وخلصت كل الكميه. واي حد بيعمل برضو على العصيان بتاعت الشيش طاووق وعايز يشويها على الفحم، عايزه اقول لكم شيء زي ما انتم شايفين كده متماسكه، يعني مهما حركها هي ثابته على الشاليمو، وكمان هتبقى ثابته معاكم على العصيان طبعا اكتر، وهتبقى يعني تقدروا تشووها بكل سهوله. يعني ما تقلقوش من اي حاجه. ولو شفتوا معايا الفيديو لغايه دلوقتي وعجبكم يا ريت بقى ما تنسوش تعملوا لايك كده وتشجعوني في التعليقات بتاعتكم. وخلصت كل الكميه. طبعا كل صينيه بخلصها بحطها في الفريزر 10 دقايق. وفي الفتره اللي انا بصبع فيها كده شغلت الفرن بتاعي على درجه اعلى درجه عندك، يعني اعلى درجه تولعي عليها. وحطيت الصينيه بعد ما حطيتها في الفريزر 10 دقايق دخلتها الفرن. وبعد ما شدت نفسها زي ما انتم شايفين كده ولونها اتغير كده ومسكت نفسها خالص، جبت بقى الصوص اللي احنا عاملينه البصل بالبابريكا بالزيت، وبدات اشرب كل صابع كده عليه وهي زي ما هي ما حركتهاش. والفرن شغال سخن جدا، يعني عايزه اقول لكم انا ما ولعتش الشوايه خالص. يعني الفرن بتاعكم ما شاء الله لو هو عالي كده مش هتحتاجوا تشتغلوا الشوايه خالص ويطلع معاكم اللون اللي احنا شفناه. وطبعا الصينيه التانية عملتها بنفس الشكل. وتجيبوا بقى الطبق التقديم بتاعكم وتقعد في الفرن نص ساعه. عايزه اقول لكم بعد ما خلصت حطيت كل الكميه على بعضها عشان الفرن بتاعي صغير شويه، حطيتهم مع بعض وايه اخدوا لون، والله يا جماعه ما فتحت الشوايه عليهم. هو كل اللون ده من الصوص اللي احنا نزلناه عليهم. وبعد كده قدمت كده بصلايه كده عليها رشه ملح وفلفل اسود. ولو عندكم بقدونس ما عندكوش تقدروا تحطوه كده ايه طماطمايه، اي حاجه تزينوا الطبق بتاعكم.
عايزة أقول لكم هتطلع معاكم تحفة. شايفين التماسك بتاعها واخدة شكل الشاليمو، ما اتغيرش ولا قفلت من جوه، وهشة جدا. عايزة أقول لكم سخنة جدا، ولعت لي ايديا والله يا جماعة وانا بصورها لكم، ولعت لي ايديا لاني لسه طلعها من الفرن وسخنة قوي. وطبعا طول ما انا هي في الفرن طلعتها بعد ربع ساعة كده وقلبتها على الناحية التانية، وباخد الصوص اللي تحتيها ده وبحط عليها من فوق لغاية ما اخدت النص ساعة، اخدت الشكل التحفة اللي انتوا شايفينه ده. عايزة أقول لكم ريحتها حلوة جدا وهتعجبكم قوي. متنسوش بقى لو جربتوها وعجبتكم ونجحت معاكم تدعوا لي دعوة حلوة كده في الكومنتات، وبألف هنا على قلوبكم يا رب، وربنا يحسن من بين ايديكم. وزي ما انتم شايفين الشكل، يعني انا هسيبكم كده مع الشكل تكملوا الفيديو. وما تنسوش يا حبايب قلبي اللايك والشير والاشتراك في القناة لو انتم بتتابعوني من على اليوتيوب، وكمان لو بتتابعوا صفحتي من على الفيس ما تنسوش تعملوا متابعة، وبستنوني في فيديو جديد، ومع السلامة.